السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ معاكم عبد الرحمن ربيع، فيديو جديد وصلوا على الحبيب. كل سنه وانتم طيبين. العيد جاي ومعاه الكحك والبسكوت. بس السؤال المهم، ازاي نوازن بين الاكل والرياضه؟ كل سنه وانتم طيبين. العيد يعني كحك، بس برضو الرياضه اسلوب حياه. السؤال المهم هنا، هل هناكل وننسى التمرين، ولا نتمرن وننسى الكحك؟ تعالوا نشوف. بصراحة مستحيل يجي العيد من غير ما تاكل كحك وبسكوت وتشرب شاي بلبن الصبح. بس المشكلة، السعرات الحرارية اللي في كحكة واحدة قد يوم كامل من التمرين. حاسس ان الوزن بقى تقيل؟ اصل 5 كحكات قبل التمرين مش احسن فكرة. الحل التوازن. جرب التمارين دي جرب التمارين دي جرب التمارين دي الحرق شوية من السعرات الحرارية اللي اكلتها في العيد، بدون حرمان ولا ندم. كحكة واحدة مش هتبوظ الدنيا، بس خلي بالك من الكمية. جرب تستبدل السكر العالي بمشروب بشاي أخضر أو مشروب صحي. العيد فرحة ولمة ورياضة للحفاظ على صحتك. كل اللي نفسك فيه، بس خلي بالك من جسمك. واستنوني في تمرين جديد بعد العيد علشان نحرق اللي ضاع من الكحك والبسكوت. وفي النهاية، العيد فرحة والكحك حلو، بس الأهم نحافظ على جسمنا وعلى صحتنا. كلوا باعتدال، وخلي التمرين جزء من يومك. كل سنة وانتم طيبين. نشوفكم في الفيديو الجاي.